سلام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كويزين مريومة بي. جيسبر تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الوصفة تاع الاسفنج او الخفاف كيما راكم تشوفوا، بالفارينة وبالميكسور وبدون عجن، ما تعجني ما والو. ما عليك غير تجيبي 2 كيسان فارينة ونبداو الوصفة ديالنا. نسحقوا مع الاول 2 كيسان فارينة و2 كيسان تاع الماء ومغرف كبيرة تاع السكر ومغرف كبيرة تاع خميرة الخبز. الكاس اللي نبدا به نكمل به الوصفه هذه. قلت لكم مغرف كبيره سكر، مغرف كبيره خميره الخبز، وزوج كيسان فارينه. نحط اولا الفارينه ديالي كيلت بهاد الكاس، يعني الكيله اللي تبداو بها كملوا بها. حطينا 2 كيسان تاع فارينه، بيان سور نغربلهم. ومن بعد نجيب خميرة الخبز، مغرف كبيرة خميرة الخبز ومغرف كبيرة تاع السكر. نخلط مليح النواشف مع بعض حتى يتجانسوا. بعد ما يتجانسوا نروح نجيب الكاس اللي بديت به، قلت لكم نكمل به. ندير 2 كيسان تاع ماء يكون دافي ماشي سخون بزاف، باش ما يقتلناش الخميره، وماشي بارد باش تتفاعل ديال العجينه ديالي. نحطو 2 كيسان تاع الماء ونجيبو البغا ميكسور. هاد الوصفة ضروري تكون البغا ميكسور. هذا البغا ميكسور يعوض لكم العجين. حطيت 2 كيسان تاع ماء يكون دافي. نخلط هكذا المكونات باش يسهل علينا العملية تاع الميكسور. ونجيب الميكسور نميكسي مليح الخليط حتى نحسو ليكيد، حتى نحسو خليط ناعم. هكذا نبداو نديرو بميكسور حتى تشوفوا هادوما الفقاعات. هذا الفقاعات كي تشوفي عرفي بلي خفاف تاعك ناجح. هكذا كملت بالبغا ميكسور ديالي. هاوليك الخليط، شوفوا الفقاعات اللي خرجوا لي. نغطي الخليط ديالي ونخليه حوالي 10 دقائق. هذه الخطوة الأولى. كما قريتوا في العنوان، الفال أم وليد لابني. دوك نحكي لكم الحكايه. كنت ندور هكذا في اليوتيوب والفيسبوك، شفتهم كاع يهضروا على هاد الخفاف تاع ام والد. قلت علاش ما نوضش نجربوا كيما كامل نجح لكم ونعرفوا ام والد. ما شاء الله انا وحده تعلمت منها بزاف حاجات. قلت والله غير ندير هاد الخفاف، خلي يكون فيها الخير على وليدي يخرجوا هذوك السنينات اللي راهم مهبلينو. نعاود نولوا الوصفه ديالنا. بعد ما جازت 10 دقائق وشوفوا الخيط كيفاش ضاعف لي خمر لي عفوا. نزيد 2 كيسان فارينه وواحد اخرين. حنا مع الاول درنا 2 كيسان تاع فارينه، بعد ما خليناها 10 دقائق نزيدو 2 كيسان تاع فارينه وواحد اخرين. ونديرو مغرف معمر هكذا مليح صغيره تاع الملح. انا نحب ندير هكذا بيدي، بالمغرف لا غالب ما نقدرش. هذه هي. درنا الملح، زدنا 2 كيسان تاع فارينه ونخلطوا نحو الميكسر. في المرحله الثانيه نديروا هذه المغرف تاع الحطب. نبدا نسيي ندخل الفارينه غير بشويه، هنا شويه تاع يومي. هكذا دخلي شويه بشويه بشويه حتى يتجانس لنا كاع الخليط ديالنا هكذايا. ومن بعد نعاون بيديا كيما راكم تشوفوا اني نوريكم. قلت لكم قلت ولا غير ندير هذا الخفاف يخفف عليه ويجوا سنانو خفاف. دوكا مازال ما خرجولوش مسكين، ولا غير الحماك وتعرفوا السنان واش يديروا. ادعوا لي معاكم ربي يخفف عليه ان شاء الله. هكذايا نبدا نخبط مليح مليح. عن بالي لهنا شويه تاع يوم يسيو كيفاش تدخلوا كامل الفارينه. بعد ما تدخل الفارينه نمسح هذاك ديال المغرف اللي نخلط بها ونكمل بيدي. خبطوا من تحت للفوق، ماشي هذه ما حاش تعييكم بزاف، باسكو شوفوا كيفاش الطريقه اللي ديروها من تحت للفوق حتى تحصلوا على عجينه تكون تتلاصق بزاف. واللي جاتها العجينه تتلاصق بزاف 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 تزيد غير 2 مغارف كبار تاع فارينه. مي الخفاف العجينه تاع الخفاف تجي هكذا تتلاصق. انا ما نكذبش عليكم، الوصفه تاع الخفاف تاع الاسفنج الاصليه تاع امي ما نستغناوش عليها في الدار بالسميد. واللي حبت الوصفه هذيك تاع السميد حنخلي لكم في صندوق الوصف. اي خليت لكم ماما الوصفه، ادخلوا شوفوها. بعد ما لميت كاع العجينه وتحصيت على عجينه تكون رطبه، نخليها تخمر المره الثانيه ونزيد نخليها 10 دقائق. بعد ما جازت 10 دقائق
ندير يدي هكذا في الماء باش ما تلصقليش العجينه في يدي، ونسيي نهبط الخمور هكذا ونريح نعجن فيها، شغل نخبط هكذا فيها. هاد المرحله لازم ديروا هاد العمليه، ريحوا حوالي 2 دقائق 3 دقائق ديروا هاد العمليه اللي راكم تشوفوني ندير فيها هكذا، باش الخفاف تاعكم يجيكم خفيف، وشغل هنايا نقص عليكم العجين. ها شوفوا ما شاء الله النبولات لم يخرجوا لي. بعد ما نكمل هكذايا وتحسوا بلي العجينه تاعكم راهي متماسكه، ولي الجهه لهنا تلاصق بزاف زيدي 2 مغارف تاع فارينه، سينو العجينه تاع الخفاف راكم على بالكم تتلاصق بزاف. بعد ما كملت هاد العمليه نسي نهبطها ونخليها في جهه واحده برك، ونخليها تخمر مره الثالثه 10 دقائق. نخلو العجينه ديالنا تخمر حوالي 10 دقائق كما قلت لكم. من جهه واحده اخرى نجيب مقله نعمر فيها الزيت ونشعل النار ونخليها تسخن. نعاود نولو العجينه ديالي اللي كانت خمرت وجازت 10 دقائق، نجيبو سنيوه ندهنوها مليح بالزيت، ونجيبو هكذا بول نحطو فيه الزيت باش نرفدو العجينه ديالنا. نشكلو قريصات لهنا صديبون الحبه اللي راكي حابتها. انا درتها موايا الحبه، خرجت لي حوالي 14 حبه حتى 15 حبه، درتها موايا مليحه، ما صغيره بزاف ما كبيره. واللي حبتها صغيره على هادشي وحبت دير كونتيتي يجوها ضياف، ولا ديري قرصيها صغير تجيك 20 حبه 21 حبه، صديبونتي كيفاش راكي حابتها. نكملوا نشكلوا كامل هاد العجينه قريصات هكذا كما كنتوا تشوفوا فيا نشكلها. نعاون يدي دايما بالزيت باش ما تلصقليش. هاكو على بالكم العجينه راهي تتلاصق بزاف، كي تشوفوها هكذا تلاصق بزاف ما تخافوش ما تزيدولهاش الفارينه، لازم تكون هكذايا. شوفوا لي ما تعرفش ترفدها في سنيوه حطيها وشكليها هكذايا كما شكلت انايا وقليوها. لهنا كنت شاده تليفون وشاده العجينه، شغل جاتني شويه واعره باش نحلها مليح. ميدوك تشوفوا الباقي الحبيبات كيفاش خرجوا لي كما شفتوني حطيتها ونحطها في المقله هكذا. ما ديروش الزيت فوق العجينه، ما ترشوهاش كما يقولوا، خلوها هكذاك كيما تحطي الحبه كيما تخليها حتى تشوفوها تنفخت. كي تتنفخ العجينه ديالي هكذايا نقلبوا الحبه ديالنا. شوفوا ما شاء الله الفقاعات اللي خرجوا لي ما شاء الله. وش نقول لكم جربوا هاد الوصفه والله ما تندموا. خفيف في نص ساعه توجدي الخفاف ديالك ويجي بزاف بزاف بنين. انا والله جاوني الضياف درت لهم هاد الخفاف اون ديغي با بالفارينه اون ديغي با تاع هذيك تاع تمتم، عجبتهم يعطيها الصحه ام والي هذه الوصفه. انا شفت كامل في الفيسبوك نجحوا فيها، نجربها انا الحاجه اللي تنجح ونشوف الناس قاع يشكروها نحب نسيها ونحب نبارطاجيها معكم تانيك. هذيك الوصفه ديالنا كملناها، شوفوا كيفاش خرج لي الخفاف ما شاء الله والله غير بزاف هايل. شوفوا هايل هايل هايل. جربوا الوصفه وان شاء الله تنجحوا فيها. وش نقول لكم اي حاجه حبيتوها اي وصفه حبيتوها خلوا لي تعليق. وش نقول لكم تهلاو في روحكم، ما تنساوش جاموا ابوني وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. دوك نخليكم تسمعوا دق الرميش تاع الخفاف ما شاء الله. وش نقول لكم تبقاو على خير ومع السلامه.